السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كده يا بنات هنعمل مع بعض الكشري المصري الجميل دوت زي ما انتوا شايفينه كده. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة خالص وحاجة مضمونة، وانت اللي عاملاها بديكي في البيت وما شاء الله هتجربيها وهتعمليها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل الكشري المصري ازاي. انا هنا عندي كده اول حاجه هبتدي بيها هي البصل يا بنات. طبعا انا كده عندي البصل مقطعاه شرايح، وحطيت عليه معلقه من الدقيق وقلبتها كده في البصل. وبعد كده هنزل بالزيت عندي، يعني هحط كميه زيت كتير عشان خاطر اكمل بيها بقيه الكشري. زي ما انتوا شايفينها كده انا حطيت كميه الزيت كتير ازاي يا بنات. وبعد كده عندي هنزل بالبصل في الزيت زي ما انتوا شايفينه كده، ومش هقلبه الوقت خالص، يا دوب بس انا بفرده عن بعضه كده. وبعد كده هسيب البصل معايا لغايه لما يحمر معايا تمام. اهو زي ما انتوا شايفينه كده ما شاء الله البصل احمر معايا زي ما انتوا شايفينه. وبعد كده هبدأ ان انا اطلعه عندي على صينيه. وبعد كده دي تاني رصه من البصل اهو يا بنات. وبعد كده ما شاء الله خلصنا عندي كمية البصل اهو زي ما انتوا شايفينها. طبعا البصل طالع متحمر ومقرمش وجميل. بعد كده انا جبت عندي حلة عشان اعمل فيها الرز بالشعرية والعدس. انا جبت حلة كده وحطيت فيها شوية من الزيت بتاع البصل، ونزلت عليهم بالشعرية زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا حاطة كمية شعرية حلوة. وبعد كده هقلبهم مع بعض ما شاء الله كده الشعرية اتحمرت معايا كويس. بعد كده انا بخليها يعني تاخد لون حلو كده، يعني مش بخليها فاتحة، لا بتاخد لون غامق شوية. وبعد كده نزلت عليها بالعدس يا بنات، اللي هو العدس الجبو. زي ما انتوا شايفينه كده نزلت بالعدس على الشعرية، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. اهي كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا العدس دوت انا سلقته يا بنات نص سلقة، يعني مش سلقته سلق كامل، لا نص سلقة بس. وبعد كده بعد ما قلبتهم مع بعض نزلت عليهم بالرز زي ما انتوا شايفينه كده ما شاء الله. طبعا انا عاملة كمية كبيرة عشان خاطر اوزع على الحبايب وكده. فالكمية كبيرة شوية ما شاء الله. وكده هبدأ ان انا اقلب الرز كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا بقلب الرز لغاية لما الرز يسخن معايا في الزيت تماما يا بنات. وبعد كده هنزل عليهم بواحدة من المرقة، وشوية من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكمون، ومعلقتين من الملح زي ما انتوا شايفينهم كده. وبعد كده هديهم تقليبة، وهنزل عليهم بالمية السخنة. اهو كده ما شاء الله انا نزلت عليهم بالمية السخنة ما شاء الله. شايفين شكل الرز والشعرية والعدس عامل ازاي. بعد كده هسيبه لغاية لما يتشرب معايا كويس، وهوطي عليه النار واسيبه بقى مع نفسه كده على نار هادية. وبعد كده جبت حلة عندي هنزل فيها بشوية من الزيت برضو بتاع البصل، وهنزل عليهم ببصلة متقطعة صغير عشان خاطر نعمل الصلصة بتاعة الكشري. اهي كده ما شاء الله البصلة انا بقلب فيها. جربوا يا بنات ان انتوا تعملوا الصلصة بتاعة الكشري بالبصلة، بتطلع طعمها جميل جدا. وبعد كده بعد ما البصلة اتحمرت معايا كويس، نزلت عليها بمعلقة من التوم كبيرة، وهقلبها مع البصل كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من الخل، وهقلبها مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم يا بنات زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده هحط عليها شوية من الفلفل الأسمر وكمون، واحط عليها كزبرة ناشفة. وبعد كده هحط عليها معلقتين من السكر، يعني ضروري من السكر عشان خاطر الحموضة بتاعة الطماطم، واحط عليهم نص معلقة من الملح، وهقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفينهم كده. وبكده ما شاء الله بعد ما قلبتهم مع بعض زي ما انتوا شايفينهم كده يا بنات، هنزل عليهم بواحدة من المرقة. وبعد كده هسيب الصلصة بتاعة الكشري تتسبك معايا، يعني ولا هي عايزاها تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، تبقى في الوسط.
اهي زي ما انتوا شايفينهم كده ما شاء الله الصلصة بتغلي معايا. وبعد كده عندي المكرونة نوعين من المكرونة. طبعا مكرونة صغيرة والمكرونة اللي هي الاسباجيتي. وبعد كده عندي حلة فيها شوية مية واحط فيها معلقة ملح، وهبدأ ان انا عشان خاطر اسلق معاكم المكرونة. طبعا انا هنا كده بوريكم يا بنات ان انا زودت كيس مكرونة من القلم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده يلا بينا نعمل الدقة بتاعة الليمون بتاعة الكشري. طبعا انا عندي كوبايتين مية كانوا على النار بيغلوا، نزلت فيهم بكوباية من الخل، وبعد كده نص كوباية من عصير الليمون والثوم زي ما انتوا شايفينه، وحطيت كمون وحطيت كزبرة ناشفة وحطيت معلقة من الملح، وهقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفينهم كده. وبعد كده جبت عندي زي طبق كده صغير من الصلصة بتاعة الكشري هحطها عليها. وبس كده، ده كده الليمون بتاع الكشري جاهز معانا. وبعد كده هنعمل مع بعض الشطة يا بنات. حطيت برضو شوية من الزيت بتاع البصل، ونزلت عليهم بمعلقة من الثوم وكبشة من الصلصة. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين من الشطة زي ما انتوا شايفينهم كده. وما شاء الله كده خلصنا مع بعض الكشري الجميل دوت اللي شكله جميل خالص، وما شاء الله طريقته سهلة وبسيطة خالص. انا كده عندي دقة الليمون ودقة الشطة، وعندي الرز اهوت جاهز يا بنات، والصلصة والمكرونة زي ما انتوا شايفينهم كده. وما شاء الله كده خلصنا احلى واجمل كشري عملناه مع بعض بكل سهولة وكل بساطة، وما خدش مننا وقت خالص. وما شاء الله احسن من الجاهز اللي بنشتريه من بره. اهو زي ما انتوا شايفينه كده ما شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.